ازيكم عاملين ايه؟ بقالي كتير ما عملتش قرايات. فقلت ارجع بقرايه خفيفه وبسيطه. عندنا مجموعتين، القرايه الاولى الاخضر والقرايه التانية المشبك الاصفر. القرايات المره دي انا مش هوزع قدامكم كروت او اي حاجه، انا هتلاقوني متوزعه الكروت بالفعل وبحاول ان انا اقصر القرايات قوي. هنسأل النهارده سؤالين بس: ايه هي حالتك عشان تتأكد ان دي قرايتك، وايه النصايح ليك ان انت تعملها الفترة دي او علشان تحل الموقف اللي انت فيه. رقم واحد. رقم اتنين، يلا بينا نبتدي على طول. ولو عايز اي قراية خاصة ابعتولي على التليجرام في اللينك اللي على الشاشة او في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا. المجموعة الأولى أنت اللي اخترت المشبك الأخضر. دلوقتي انت حالتك هي حالة من الحزن، وقد يكون التعب كمان خصوصا الجسدي. صحتك ممكن تكون متألمة أو مش كويسة، وقد يكون هو ده مصدر تعبك. انت صحتك غالبا تعبانة، وده مسبب لك يعني ممكن نقول من أول أريافة لغاية إن الموضوع ده مأثر على حياتك، سواء حياتك الاجتماعية أو حياتك العملية، عملية كشغل يعني وكده. انت غالبا مكتئب برضو ومش قادر تبص على الجانب الإيجابي، وعندك أو محتاج نوع من التشافي القلبي، اللي هو يعني ربنا يطلعني بقى من اللي أنا فيه يعني. ال- النصيحة اللي دي حالتك دلوقتي. النصيحة اللي جاية لك هو انك اولا تدور على لو انت بتدور مثلا على موضوع الشغل او كده، اولا اسأل نفسك ايه هو النجاح بالنسبة لك. وان انت تعيد برمجة عقلك على موضوع النجاح ده. يعني مش عشان انت زي مثلا حد قاعد في البيت مثلا نتيجة لتعبه الصحي، فبالتالي انا لازم انزل واشتغل بقى شغل واطلع وانزل وتمن ساعات وابصم وما اعرفش إيه. لا، انت ممكن تعيد برمجة النجاح وتشوفه بالنسبة لك. وتاني حاجة ان مش كل الناس جاية عشان ترضيك، وكل واحد هيلاقي اللي شبهه يعني. في هنا بص الكارت بتاعه بيقولك you're not everyone's cup of tea. يعني انت and that is okay. يعني مش كل الناس هتقبل ممكن بالحالة بتاعتك، وفي نفس الوقت ده في حد ذاته كويس. وعندك كارت تاني بيقولك الناس مش جاية ان هي تقبل توقعاتك. وفي نفس الوقت اللي هو مش علشان انت تعبان صحيا يبقى انت لازم تقعد وتشتغل او تخرج وتعيش حياتك زي باقي الناس. انت عندك حالة مختلفة، سواء بقى فعلا هي صحية او غير صحية، بس انا شايفاها اكتر صحية. فبالتالي اعرف ان انت اكيد هتلاقي اللي شبهك، سواء شبهك في الحياة الاجتماعية ويقدروا يتعاملوا مع حالتك الصحية، او انه في الشغل لو انت بتدور مثلا على شغل، فاكيد في ناس مثلا زي اللي بتشتغل من البيت قاعدة بتشتغل على اللابتوب من البيت وتمام يعني. تالت حاجة انك دور على الحاجات المفروض تعملها. مفروض بمعنى انا دلوقتي زي مثلا قاعدة في البيت اوكي، بس مش هقدر اشتغل اللي هو شغل ال8 ساعات ده من مكتب، فبالتالي انا محتاجة احضر CV واقول فيه ان يا جماعة انا عندي حالة صحية، وان انا مثلا بدور على شغل من البيت. حالة واضحة وصريحة يعني. فبالتالي شوف اللي انت مفروض تعمله وابتدي اعمله. آم، اخر حاجة اعرف ان انت يعني انت ده مش الحالة الوحيدة اللي انت ممكن تكون بتمر بيها. وعادي في ناس اكيد عندها يعني ظروف تانية. ف وكل واحد ليه يعني المشاكل بتاعته بالبلدي كده. فاعرف ان يعني ده جزء من رحلتك. وحتى لو في ايام عديت بيها، فانت اكيد في ايام كويسة عديت بيها. اكيد انت برضو بتدور على التشافي، او ان انت بالفعل بتتشافى وبتاخد خطوات بسيطة. ولكن كمل. محتاج انك تكمل وتدور على القوة جواك. اخر نصيحتين معايا هو
الكارت ده بيقولك لا يشير الحدس إلى شيء مخالف للعقل بل يشير إلى شيء خارج نطاق العقل. ممكن يكون حدسك بالفعل بيقولك رسائل زي كده، اللي هو أكيد في حلول تانية. ممكن يكون حدسك بيقولك في حاجات تانية غير اللي أنا قلتها، أو طريقة تانية للتعامل. آمم بس أنت مثلًا خايف أو مش عايز أو الله أعلم، بس هو حاسّك ممكن يكون بيقول لك حاجة. يعني جه في بالي مثلًا دلوقتي لو لا قدّر الله قُلنا إن في شخص يعني طريح الفراش حتى، اللي هو بقى ما بيقدرش يتحرّك خالص، يعني بعد الشر طبعًا على الناس كلّها. فممكن نقول هو خلاص مش قادر بقى إن هو يقوم ويخرج وعلى رجليه. طب ما في الأونلاين، يبقى أكيد ليّا أصحاب نقدر نتكلّم مع بعض أونلاين، نقدر نشوف بعض أونلاين. دي حاجة ممكن تكون مش familiar أوي، بس في نفس الوقت هي موجودة بالفعل. ممكن يكون حدسك بيقول لك على ده بالفعل. وآخر حاجة، الجنون هو فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع نتائج مختلفة. لو انت دايما قاعد في الدايرة بتاعت اصل هعمل ايه، اصل هعمل ايه، اصل عيايا، اصل انا مش قادر، اصل ما هو احنا كده عمرنا ما هنخلص، عمرنا ما هنخرج من الموضوع ده. فشوف الحاجة اللي انت مفروض تعملها، اعملها علشان تبتدي تخرج من الدايرة دي. قولولي الطريقة دي أحسن في القرايات ولا لأ، وقولولي لو فعلا انتوا موضوع الصحة هو اللي ملمس معاكوا ولا حاجات تانية في التعليقات. شكرا ليكوا، اشوفكوا الفيديو الجاي. باي. المجموعة التانية انتوا اخترتوا المشبك الأصفر. دلوقتي دي العلامة بتاعتك اللي تعرف بيها ان القراية دي بتاعتك. اولا ممكن تكون بتعيط كتير، في انهيارات كده نفسية، حاجة ألمك جدا من جوه. غالبا ممكن تكون تاني حاجة بتفكر كتير، والتفكير الكتير ده عاملك قلق في روحك أو توتر. ممكن تكون حياتك الاجتماعية فيها قلق ومشاكل. رابع حاجة، ممكن تكون بتفكر في أسئلة وجودية أو فلسفية، واللي هو لماذا نحن هنا، أو إن أنت بتحاول تلاقي مكانك في الدنيا. يعني لو أنت مثلا أنت خريج جديد أو بقالك فترة بتشتغل، بس مثلا مش مستريح مثلا في شغلك، فاللي هو أنا مفروض فين ومكاني ايه وبعمل ايه وأنا اتخلقت ليه مثلا، الأسئلة اللي هي الكبيرة والعميقة دي. خامس حاجة ممكن تكون عندك مشاكل مع الفلوس، وبشكل عام أيا كان انت بتمر بيه، انت حاسس ان انت مطفي، وروحك كده مش يعني مش مطفية، او روحك مش خفيفة يعني، او حتى على الاقل في النورمال مود، يعني اللي هو لا الدنيا حلوة ولا وحشة، لا هي الدنيا وحشة. ده بشكل عام. النصايح اللي جايالك ان بطل تقعد في دماغك، ما ينفعش تفضل قاعد بتفكر كتير قوي. التفكير الكتير مش هيوديك في حتة، ومش هيجاوب غالبا على أسئلة بتاعتك. فمحتاج تنتقل من التفكير للفعل. الفعل هو اللي بيحرك الدنيا وبيخلي الدنيا ماشية. فما تأجلش أي خطوات عملية وسط القلق بتاع التفكير والتفكير الكتير ده. عندك برضو دي حاجات كده، بص معايا. لو انت مثلا حاسس باكتئاب، ده معناه انك عندك قلق او سوري غضب دفين. لو انت عندك anxiety او توتر، ده معناه ان انت عندك احتياجات، فانت محتاج تبص على احتياجاتك. لو انت حاسس بالغيرة من الاخرين، فمعناه ان الاخرين دول عندهم او بيحققوا حاجات انت بالفعل بتكون محتاجها. وهكذا بقى باقي المشاعر دي. في هنا عندك resentment، bitterness، anger، shame، guilt، sadness، disappointment، insomnia. تقدر تاخد سكرين شوت لو عندك حاجة من الحاجات دي. بس انا اكتر حاجات جت عيني عليها هما اول 3، مع ممكن shame العار، letting others define who you should be، ان انت بتخلي الاخرين يعني يحددوا انت مين. فبالتالي لو انت عندك حاجة من الحاجات دي، قد تكون دي برضو علامة ليك، والناحية التانية بقى هو ده اللي انت محتاج تعمله.
محتاج برضو ان انت تتشافى وتتشافى بان انت برضو فعلا تبتدي ان انت واحدة واحدة تاخد اجراءات في الحياة. مش لان لو انت فاكر ان الوقت هيعدي وانت خلاص هو الوقت هو اللي هيشافى كل حاجة بس انا قاعد زي ما انا، مش هيحصل. الاكشن هو اللي بيؤدي للتشافي. ولو انت خايف من حاجة فغالبا الحاجة دي هي دليل فعلا على او اللي هتخرجك من الحالة اللي انت فيها. قد تكون برضو محتاج حاجة من الحاجات دي. واحد كونكت ان انت تتواصل، 2 كوميت تلتزم، 3 سيرف تخدم، 4 اكسبرس تعبر، 5 كريت. قد يكون حل من ال5 دول او يمكن انت محتاج ال5 دول. وعندك هنا بقى النصايح بتقولك نحن نقيم حروب كي نعيش في سلام. يعني لو انت عندك خناقات زي مثلا لو قلنا هنا في خناقات اجتماعية وبتاع، فهو الخناقات دي علشان كل واحد عايز السلام لكن هو احنا مش عارفين نوصل اصلا للسلام، فبالتالي نتواصل مع الاخر، انت ايه اللي هيريحك وانا ايه اللي هيريحني ونحاول نوصل لحل. تاني هنا لا يمكن أن تجد السلام بتجنب الحياة. تاني هو لو انت كنت مأجل الفعل محتاج ما تأجلش وتاخد إجراءات علشان ان انت تغير من حياتك. بيقولك الحكمة هي القوة في استخدام وقتك ووضع معرفتك للاستخدام الأمثل. متسيبش الوقت انه يعدي من غير ما تعمل حاجة وتستخدم فيها معرفتك وقوتك بأفضل طريقة. واخر حاجة ما تقاومه سيستمر وما تصادقه ستتجاوزه. الحاجة اللي انت عمال تقول فيها لأ ومش لأ ومش قادر مش عامل مش قابل مش ايا كان مش دي هتفضل موجودة. كل ما الواحد سلم للحالة اللي هو فيها وتدفق، وحتى لو كان تايه، انت زي مثلا تايه، اعترف ان انا تايه، واحدة واحدة انا تايه انا تايه، فجأة هتلاقي ان انت متصالح مع ان انت مثلا تايه، والدنيا بتعدي بعد كده وبتفك واحدة واحدة من غير بقى يعني ايه حروب وصراعات وكلام من ده. بس دي كده نصايحك، واتمنى تكون القراية ساعدتك، وياريت تقولولي لو القرايات الصغيرة والقصيرة دي كده احسن ولا القرايات اللي فاتت الطويلة وانا بوزع الورق قدامكم وكده يعني. شكرا ليكم. لو عندكم اي اقتراحات لاي قرايات جديدة اكتبوها لي في الكومنتس. ولو القراية دي كانت مظبوطة عليك قولولي مظبوطة عليك بنسبة قد ايه. شكرا ليكم واشوفكم مرة جاية. سلام.